اكله مختلفه وسهله وحلوه قوي وكلكم هتحبوها. لايك وشير بقى وتعالوا نشوف ايه مكونات الاكله دي. في حله على النار هنحط سجق وبصل بالكميه اللي انتم عايزينها، وهنحط عليهم شويه زيت صغيرين لان السجق بيكون فيه دهون كتيره، وهنتبلهم بملح وفلفل اسود بس، وهنشوح فيهم شويه على النار لحد ما البصل يدبل. بعد كده هننزل بنص كوبايه ميه وهنغطي الحله ونسيبها لحد ما السجق يستوي والميه تتشرب تماما. بعد كده هحط فلفل بارد او سبايسي براحتكم، هديهم بس تقلبتين مع بعض كده على النار، وبعد كده هشيل كل الحاجات دي من الحله. في نفس الدهون اللي نزلت من السجق حطيت معلقه كبيره مليانه دقيق، وهشوح فيها شويه على نار هاديه عشان الدقيق ما يتحرقش. وبعد كده هنزل عليها بكوبايتين لبن، وطبعا بنقلب بالايد التانية عشان الخليط ده ما يكلكعش مننا. وحطيت واحدة بس من المرقة الفورية، وهنفضل نقلب فيه لحد اما القوام يتقل ويبتدي يغلي معانا ويبقى بالشكل ده. هنرفعه بقى من على النار، وفي اي صينية بتدخل الفرن حطيت السجق اللي عملناه مع شويه بطاطس محمره، وهرش رشه ملح صغيره كده على البطاطس. حطيت كمان شويه ميكس جبن كده، اي نوع جبنه بتحبوه تقدروا تضيفوه، وتقدروا ما تحطوش جبنه خالص لو مش عايزين، بس اللي بيحب الجبنه زي كده اكيد هيتبسط بطعمها في الوصفه دي. قلبت كل الحاجات دي مع بعض ونزلت عليهم بالصوص اللي عملته، دخلتها الفرن فتحت عليها الشوايه بس لحد ما الوش اخد لون وبقى بالشكل الخطير اللي انتم شايفينه ده. بجد من الوصفات الحلوه قوي قوي للسجق، جربوها حتى لو من باب التغيير، ومتاكده ان هي هتعجبكم جدا. ما تنسوش بقى اللايك والفولو، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.